السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله معايا مراجعة لساعة. بصراحة مش بحب اتكلم عن الساعات، نفسي ان انا اركز في السماعات وما اسيبش سماعة في السوق غير لما اعمل لها مراجعة، ولكن كنت نازل اشتري سماعة ولقيت ال HK8 برو ماكس اللي هي الساعة دي، او الساعة الاموليد، اول ساعة بديل للابل واتش الترا بتيجي من نوع اموليد في السوق المصري. الساعة دي بصراحة أنا شفت ناس كتير اتكلمت عنها، وشفت يوتيوبرز قالوا فيها شعر، فحبيت إن أنا أجربها وأخد التجربة وأشتري الساعة دي وأشوف فعلا الساعة دي تستحق الشراء ولا لأ. وخلينا مع بعض نتكلم عن الساعة ونستعرض مميزاتها ونستعرض عيوبها، وهل فعلا تستحق إن أنت تدفع فيها في رينج من 1200 جنيه لحد 1500 جنيه. ينفع ان انت تدفع الفلوس دي كلها في الساعة دي، ولا في الاخر هتكون دفعت فلوسك على الفاضي؟ هنعرف ده كله، هنستعرضه مع بعض النهاردة. ولكن طبعا قبل ما نبدأ في مراجعتنا الفيديو بتاع النهاردة، ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك في القناة، لان دي اكتر حاجة بتساعدني ان انا اكمل في المحتوى ده. وحابب ان انا اضيف حاجة اخيرة. في ناس بتدخل في الكومنتات بتقول كلام بصراحة مش كويس. طبعا انتوا عارفين انا مش بسيب كومنت مش برد عليه، برد على كل الناس كلها بفضل الله. طول ما انا عندي وقت فاضي بحاول ان انا ارد على الناس، عشان خاطر لو في حد عايز يستفيد بكلمة او يسأل على حاجة برد على كل الناس. وكمان في ناس بتدخل تكلمني على السوشيال ميديا، والله العظيم لما بيكون عندي وقت فاضي برد على كل الناس. في ناس بقى بتكتب كومنتات سلبية جدا. في واحد مثلا يقول لي ان طالما مثلا السماعة دي مش كويسة انت ليه بتجيبها وبتقعد تضيع وقتنا وتتكلم معانا عليها؟ بص يا صاحبي، انا قلتها قبل كده وبقولها لك تاني، انا اعتبرني واحد صاحبك بياخد الريسك مكانك، بيخوض التجربة مكانك. بشتري المنتج اللي موجود في السوق بفلوسي الشخصية، وربنا يعلم انا لحد النهاردة ما خدتش جنيه واحد من اليوتيوب. فبلاش الكلام ده، بلاش الكومنتات السلبية دي. انا باخد الريسك مكانك وبجرب الحاجة عشان اقدر ان انا اقول لك مميزاتها ايه وعيوبها ايه، وعشان في يوتيوبرز كتير بيضحكوا عليك وبيقولوا لك الساعة دي فيها كذا وكذا 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 وكذا، وتيجي تجرب ما تلاقيش الكلام ده، تلاقي بلح، ما تلاقيش اي حاجة من المميزات اللي بيقولك عليها دي. بيبقوا مثلا بيعملوا اعلان او اي كلام من ده. طبعا ملناش دعوة، الناس المحترمين اللي بيقولوا المراجعة الشخصية بتاعتهم بكل صراحة الناس ديت تتشال على الراس. انما في ناس تانية قسما بالله يعني الواحد مش هيتكلم، خلينا ساكتين احسن، عشان خاطر ما نحبش ان احنا نذكر اسامي حد، وما نحبش ان حد كمان يجيب سيرتنا. فلو سمحت لو هتكتب تعليق يا ريت تراعي ان انا يعني بتعب في المحتوى ده وبتعب عشان خاطر ان انا اقدم حلقة زي دي. فيا ريت بلاش تعليقات سلبية كتير في الكومنتات، لان الموضوع ده بيتعبني جدا وبيأثر على نفسيتي بشكل كبير. ده شكل علبة الساعة اللي معانا النهاردة. هنا اسم الابليكيشن المتوافق مع الساعة، ده كتيب التعليمات، وده الاستراب او الاستيك بتاع الساعة، وده طبعا الشاحن الوايرلس اللي بيقدر يشحن لك الساعة. ودي الساعة اللي معانا النهاردة. اول ميزة معانا النهاردة بصراحة في الساعة دي وهي الشاشة يا جماعة ممتازة جدا ومحترمة جدا بصراحة. شاشة اموليد بتيجي بحجم 2.2 انش، شاشة كبيرة، الوانها محترمة جدا، الوانها مشبعة، والشاشة ساطعة جدا تحت اشعة الشمس، مش هيواجهك فيها اي مشاكل. هتقدر ان انت تشوف كل حاجة بكل وضوح، مفيش اي مشاكل بصراحة في الحتة دي. بالنسبة للمنافسين يعني ما تجيش تقارن لي الساعة دي مثلا تليفون مثلا وتقول لي بص الساعه دي مش ساطعه ازاي. لا، انا عايزك تقارن لي الساعه دي بالمنافسين. الساعه دي ساطعه جدا تحت اشعه الشمس، وكمان في تليفونات ما بتوصلش للسطوع بتاع الساعه دي. يعني بصراحه السطوع بتاع الساعه دي حاجه كويسه جدا تحت اشعه الشمس وما واجهنيش معايا اي مشاكل. وكمان من المميزات اللي بتيجي في الساعه دي ان الساعه بتدعم الاشعارات باللغه العربيه بشكل كويس جدا، ما فيهاش تقطيع. ولكن فيها عيب برضو ان يعني الايموجيز، القلوب والوش اللي بيضحك والحاجات دي كلها، الايموجيز دي كلها مش مدعومة. الموضوع ده بصراحة وحش. يعني كل حاجة كده زي ما في ميزة في عيب كده، بس العيوب هنا قاتلة شوية. العيوب كتير هنتكلم عليها دلوقتي، وهنتفاجئ ان العيوب كتير جدا دلوقتي. كمان هنا الساعة بتدعم الرد على المكالمات، او ان انت تتصل على اي حد
من الساعة. وبصراحة الحتة ديت مش عارف احطها في المميزات ولا العيوب، ولكن جودة المكالمات يا جماعة وحشة جدا، صوت المايك وحش وصوت السماعة وحش. وكمان يعني عشان خاطر ان انت تقدر تعمل مكالمة لازم ان انت تكون حاطط الساعة كده عشان تقدر ان انت تتكلم والطرف التاني يسمعك. وكمان يا ريته بيسمعك كويس، لا بيعاني كمان عشان خاطر يقدر ان هو يسمعك، وانت كمان بتعاني عشان خاطر تقدر ان انت تسمعه. الساعة بصراحة مش حلوة في المكالمات، يعني لو انت شاري الساعة دي عشان تستخدمها في المكالمات انا منصحكش بيها. وكمان من العيوب اللي موجودة في الساعة بتاعت النهاردة معانا ان انت لو انت موصل سماعة بالموبايل والساعة برضو متوصلة بالموبايل وبتسمع ميوزك مثلا او بتسمع قرآن او بتسمع اي حاجة مثلا في ودنك، ما تقدرش ان انت تتحكم فيها من الساعة. لو جيت تتحكم فيها من الساعة لازم ان انت تقلب الصوت اللي شغال ده يكون طالع من الساعة نفسها، يعني ما ينفعش يكون طالع من السماعة وانت تتحكم فيه من الساعة. العيب ده بصراحة وحش جدا وكنت اتمنى ان هو ما يكونش موجود. ونخش مع بعض العيب اللي بعد كده، وهو ان الساعة ما فيهاش AM و PM اللي هو صباحا ومساء. يعني مثلا المفروض الساعة بتكون 1 2 3 4 لحد مثلا 12، بعد 12 يقلب لك واحدة. يعني لو احنا صباحا يقلب واحدة مثلا مساء، لو احنا مساء يقلب واحدة صباحا. لا مفيش الكلام ده، بعد 12 بيعد معاك 13 14 15 لحد 24 وبعدين يرجع تاني لحد واحد بقى واثنين وثلاثة. الموضوع ده بصراحة وحش جدا، ولكن تقدر ان انت تحله عن طريق ان انت تحط واتش فيس من اللي هي اللي فيها العقارب. الموضوع ده هو الوحيد اللي بيحل الموضوع ده، او مش حل، خلينا نقول ان هو مسكن بتداري على عيب موجود في الساعة. وعلى سيرة العيوب والواتش فيسز، فهنا الابليكيشن بتاع وير فيت برو هو اللي بتقدر ان انت تغير منه الواتش فيسز بتاعت الساعة. وكمان الابليكيشن فيه واتش فيسز كتير جدا جدا جدا، ولكن اكتر الواتش فيسز الحلوة مدفوعة. الواتش فيس الواحدة ب$1، وانا منصحكش ان انت تدفع فلوسك في حاجة خايبة زي كده. تشتريش اي واتش فيس من الكلام ده، حط اي واتش فيس تاني عندك على الابليكيشن، او ممكن ان انت تقدر ان انت تعمل كاستمايز لاي واتش فيس انت عايزها، اي خلفيه على موبايلك مثلا او صورتك او اي كلام من ده ممكن انت تقدر تحطها واتش فيس للساعه عادي، مفيش اي مشاكل. وخلينا دلوقتي نتكلم عن السوفت وير بتاع الساعه. وبصراحه انا مش عارف احطه في المميزات ولا في العيوب، ولكن انا بصراحة ميال ان هو يكون في العيوب اكتر، لان في تعليقات كده مش حاببها. وساعات كمان لما بتستخدم الساعة مثلا بتقعد ان انت تتنقل فيها بشكل سريع وتحمل عليها بشكل كبير يعني، وكده الساعة ساعات بتهنج وبتفصل وبترجع تشغل نفسها تاني. ولكن انت لو بتستخدمها للاستخدام الطبيعي مش هيواجهك اي مشاكل في الساعة، وكمان الساعة هتكون سموز وسلسة جدا معاك ومش هيواجهك فيها مشاكل. ولكن لو انت بتستخدمها الاستخدام العادي او الاستخدام الضعيف. وكمان هنا الساعة ممكن تقدر ان انت تضيف عليها 8 اسماء عن طريق الابليكيشن بتاع وير فيت برو المتوافق مع الساعة. ولكن برضو في اسماء انا بصراحة يعني جيت اضيفها، الاسماء دي موجودة عندي على الموبايل، جيت اضيفها على الابليكيشن عشان خاطر ان هي تكون موجودة على الساعة واقدر ان انا ارن من الساعة على طول. ما لقيتش الاسماء ديت موجودة معايا على الابليكيشن، ما قدرش ان انا اضيفها عليه. انا مش عارف ليه بصراحة، الاسماء عندي موجودة على الموبايل، مش عارف هي ليه ما اتضافتش على البرنامج عشان خاطر اقدر ان انا استخدمها. مش فاهم بصراحة الحتة دي، ودي هعتبرها برضو من ضمن العيوب. ولكن انت لو مش موصل البلوتوث بتاع المكالمات هيقدر اي حد ان هو يرن عليك ويظهر لك الاسم بتاعه على الشاشة، ولكن مش هتقدر ان انت ترد على المكالمة من الساعة. وكمان هنا الساعة موجود فيها بعض التمارين اللي بتقدر ان انت توصل لها من الزرار اللي في الجنب، ولكن انا طبعا ما انصحكش ان انت تعتمد على القياسات بتاعة التمارين دي، لان طبعا الساعة ما فيهاش اي حاجة تثبت ان السنسورات اللي تحت دي شغالة. في ناس كتير فكت الساعات دي من جوه ولقت الحساسات اللي بتقيد وتطفي ديت لقيتها لونها ليد، يعني مفيش حساسات ولا حاجة. وانا بصراحة ميال للحتة دي اكتر لاني مش معترف باي قياسات من القياسات بتاعة الساعة دي. حتى برضو القياسات الطبية اللي هي قياس نبضات القلب وتشبع الاكسجين في الدم وبعض القياسات التانية زي ضغط الدم والحاجات دي موجودة هنا في الساعة. بس طبعا ما انصحكش ان انت تعتمد على الحاجات دي خالص خالص، يعني حتى كمان في المي باند وفي الواوي باند والحاجات دي كمان بتكون ادق بشكل كبير، لان فعلا بيكون فيها سنسورات. هنا انت ما انتش ضامن، مفيش اي معيار امان للموضوع ده يثبت لك ان في فعلا سنسورات شغاله او اي كلام من ده. مفيش الكلام ده هنا، مفيش اي اوبشنات من دي هنا.
وانا هقارنها لك برضو، هقارن لك قياس نبضات القلب وتشبع الاكسجين في الدم ما بين الساعة دي وما بين المي باند 7 اللي بستخدمها استخدام شخصي، والمفروض ان قياساتها دقيقة جدا للواقع، ولكن برضو انا مش بعتمد عليها بشكل كبير. بس خلينا نقارن مع بعض الفرق ما بين هنا وما بين هنا قد ايه. ازاي يعني 56 ضربة؟ انا مش فاهم بجد ايه ده. هيا بنا نهبط. ودلوقتي هنقيس تشبع الاكسجين في الدم بالنسبة للمي باند 7 وبالنسبة للساعة اللي معانا النهاردة. متشكرين يا عم الحاج. كمان المفروض هنا ان الساعة بتيجي بمعيار امان ضد المياه، ولكن برضو انا مش برجح الحتة دي خالص. حاول ان انت على قد ما تقدر ما تعرضش الساعة للمية عشان خاطر ما تتلفش منك، لان طبعا الساعة دي مجهولة المظهر، ما تعرفش هي مصنوعة فين، ما تعرفش مصنوعة ازاي، الخامات بتاعتها مش كويسة، فاهم يعني. بلاش ان انت تعرضها للميه، اخرك طرطشه خفيفه كده من بعيد، ما تنزلش بيها حمام سباحه، ما تنزلش بيها بحر، ما فيش اي حاجه من الكلام ده. انا عن نفسي بنزل بالمي باند 7 البحر وعايشه معايا بصراحه بقالها فتره ومحترمه جدا، ومش بحتاج ان انا اقلعها وانا نازل بحر. ولكن انا ما انصحش حد ان هو يعمل كده برضه، ولكن انا بحب ان انا اخوض تجارب يعني اكشن شوية وكده، فبكسر الخوف يعني. وهنا ده التحكم في التيك توك واليوتيوب والحاجات دي، بتقدر ان انت تعلي وتوطي زي ما انت شايف كده من الزرار اللي هنا. تقدر كمان ان انت توقف المقطع اللي شغال وترجع ان انت تشغله تاني، وتقدر ان انت كمان تعمل لايك. ولكن هنا انك تطلع قدام او ترجع ورا الخيار ده مش متاح، ودي حاجة للأسف تمنعك ان انت تستخدم الساعة دي في اليوتيوب او في التيك توك. دي تجربتها مع التيك توك، خلينا نتفرج على تجربتها مع اليوتيوب. خلينا نفتح اليوتيوب دلوقتي على طول ونشوف الشورت، اي شورت. نفترض مثلا ان ده الشورت اللي هنتفرج عليه. تقدر ان انت توقف وتقدر ان انت تشغل وتقدر ان انت تعمل لايك. الزرار ده مش ملهوش اي وظيفة، والزرار ده برضو ملوش اي وظيفة. تقدر ان انت كمان تعلي وتقدر ان انت توطي. فمش عارف انت تقدر تستفيد من الخاصية دي في الساعة ولا يعتبر ملهاش لازمة. وكمان برضو من الحاجات اللي ضايقتني جدا في الساعة دي ان الهزاز بتاعها ضعيف جدا يعني. الهزاز تقريبا متوزع بشكل غلط او محطوط في حتة غلط. المفروض الهزاز يكون تحت مش فوق. انا لما بحط ايدي فوق كده وبيجي لي اشعار بحس بيه، انما من تحت من هنا يعني مثلا الجزء بتاع ايدي ده اللي المفروض الساعة عليه مش بيهز، ما فيهوش اهتزاز، الاهتزاز من فوق. فانت لو جالك اشعار مش هتحس بيه، لو حد رن عليك مش هتحس بيه، لو ظابط منبه مش هتحس بالمنبه، مش هتحس باي اهتزاز اصلا غير لو انت حاطط ايدك فوق كده. وطبيعي انت مش هتقعد حاطط ايدك كده. فالموضوع ده بصراحة ضايقني جدا. وكمان المفروض لما حد يبعت لك اشعار او حد يرن عليك او كلام من ده، لما حد بيرن عليك الساعة بتنور، بس ساعات مش بتنور. لما حد بيبعت لك اشعار المفروض ان الساعة تنور، يجي لك مثلا اشعار على الشاشة كده. لا، مفيش الكلام ده. ليه؟ لازم ان انت تفتح كده وتقعد يعني تشوف الاشعارات، تشوف لمبة الاشعارات دي منورة ولا لا، طبعا والساعة شغالة. نزل دي كده عشان خاطر ان انت تقدر تشوف الاشعارات اللي جات لك ايه. انما ان الاشعار يجي لك والساعة تنور، الاوبشن ده مش موجود هنا. دي بصراحة حاجة ضايقتني جدا. برضو من الحاجات اللي مش كويسة اوي في الساعة دي الرايس تو اويك، او اللي هو لما الساعة بتكون مثلا مش منورة وانت تحب ان انت تنورها، فالمفروض ان انت تقلب دراعك كده. هي بتقعد حوالي مثلا جزء من الثانية كده وبعد كده بتبدأ ان هي تنور. الموضوع ده بصراحة مش عاجبني.
حتى كمان في بعض الأحيان ساعات لما باجي أرفع إيدي كده مش بتشتغل، الحساسية بتاعة الرايس تو أويك أو اللي هو إن أنت ترفع عشان خاطر تعرض مش شغالة بشكل كويس. دي حاجة وحشة كنت أتمنى إن هي ما تكونش موجودة. وخليني على طول اخدك للعيب اللي بعد كده، وهو الاولويز اون ديسبلاي. وانا بصراحة مش بطلق عليه الاسم ده خالص، انا مسميه اولويز اون ضحك. مفيش يا باشا اولويز اون ديسبلاي ده خالص، لان هو ما بيقدملكش حاجة اصلا، ما بيقدملكش اي حاجة خالص. والميزة دي تحس ان هما بيستهفئوا العميل او بيضحكوا عليه او بيقولوا هو ده الاولويز اون ديسبلاي بتاعنا وملكش عندنا غير كده. اولويز اون ديسبلاي 8 ثواني، اول مرة اشوف اولويز اون ديسبلاي في حياتي 8 ثواني. يعني المفروض always on display دي يعني على طول، يعني الشاشة دايمة التشغيل على طول، ان هي بيعرض لك الحتة بتاعت الساعة اللي بره دي على طول. انما 8 ثواني بس. هو خلي بالك برضو في الساعات التانية برضو التقليد الالترا برضو هم 8 ثواني بس او 10 ثواني بس. مش فاهم الحتة دي ليه ما تسموهاش بقى always on display، ما تسموهاش كده، غيروا الاسم ده خلوها 8 ثواني on display. وبالنسبه للبطاريه بتاعت الساعه، فهنا البطاريه بصراحه مش هقولك ان هي وحشه، بطاريه الساعه بصراحه حلوه، بتقدر ان هي تديك من 4 ايام لحوالي 6 ايام لو انت استخدامك عادي. لو انت بقى معلم استخدامك شاق وبتعمل بقى مكالمات، اللي هي المكالمات اللي ملهاش اي تلاتة لازمه دي منها، ومشغل الاصوات عليها اللي برضو مفيش اي جوده ومفيش اي حاجه حلوه تقدر ان انت تاخدها من الساعه دي، ممكن الساعه تقعد معاك يومين، تقعد معاك 3 ايام. ولكن هي بصراحة في العادي ممكن تقعد معاك من 4 أيام ل6 أيام زي ما قلت، طبعا لو أنت استخدامك عادي. وبالنسبة للشحن، فالساعة بتقدر إن أنت تشحنها من حوالي ساعتين لحوالي 3 ساعات. ومن العيوب برضو اللي ضايقتني في الساعة دي إن الساعة بتولع جدا وهي على الشاحن، بتولع الساعة، أنا ببقى حاسس إن هي هتفرقع على فكرة، ريحتها بتبقى طالعة كده. وبس كده، أنا كده النهاردة خلصت مراجعتي للساعة دي. أقدر أقولك بكل ثقة ما تشتريش الساعة دي وما تدفعش فلوسك في الهبل ده وفي الضحك ده. أنا ندمان بصراحة إن أنا اشتريتها، وآخر مرة اشتري أي ساعة كوبي بصراحة يعني. بعد كده لو لقيتني اشتريت ساعة زي دي خش اكتب لي في الكومنتات انت مش قد كلامك، عشان هي فعلا اخر مرة هشتري ساعة زي دي تاني، غير لو انا حسيت ان في حاجة نازلة من شركة محترمة بتقدر ان هي تقدم لك امكانيات فعلية فعلا، امكانيات تقدر ان انت تعتمد عليها. او ان انا بقى اشتري ساعة من شركة محترمة زي اميس فيت، زي سامسونج، هواوي، اي كلام من ده. مش هشتري اي ساعة تاني غير زي ما انا قلت لكم كده. وما انصحش اي حد طبعا ان هو يشتري اي ساعة الترا او اي ساعة تقليد، لان الساعات دي يا جماعة جودتها وحشة جدا، السوفت وير بتاعها مش مستقر خالص، الامكانيات بتاعتها مش مظبوطة خالص، ما بتقدملكش اي حاجة غير منظر. لو انت جايب عشان خاطر منظر اتفضل هاتها براحتك مع حالك، انا ما انصحكش بيها خالص. وكمان الساعة دي بتيجي في فئة سعرية عالية جدا، يعني من 1200 ل 1500 جنيه. بصراحة دي حاجة وحشة جدا، انا ما منصحش ان انت تشتري الساعة دي خالص. لو انت عايز تجيب حاجة في حدود ال 1500 جنيه، انا اقدر انصحك بالمي باند 7. المي باند 7 محترمة جدا ومعايا بقالها داخلة على السنة دلوقتي، وما واجهنيش معاها بصراحة اي مشاكل، بنزل بيها البحر، بعتمد عليها في كل حاجة. ولكن طبعا هي مش بتدعم المكالمات ومش بتدعم الرد على المكالمات، وما فيهاش مايك وما فيهاش سماعة. وبس كده، لو حسيت انك استفدت من الفيديو ما تنساش طبعا تدعمني باللايك والاشتراك في القناة. واي حد وصل لحد الاخر هنا انا بقول له الف شكر، انت حبيبي والله العظيم، حتى برضه لما وصلتش انت حبيبي برضه. وانتظروني ان شاء الله في كل الفيديوهات اللي جاية. السلام عليكم.